ولما البيروني رافق السلطان محمود الغزنوي في رحلاته للهند ما راحش هناك يحارب، ده راح باحث وعالم إنساني. اتعلم اللغة السنسكريتية وقرأ كتب الهندوس وكتب موسوعته الكبيرة تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرزولة. الكتاب ده علماء النهاردة بيعتبروه التأسيس الفعلي لعلم مقارنة الأديان وعلم الأنثروبيولوجيا، لأنه وصف ثقافة الهند وعاداتهم وفلسفتهم بحيادية تامة وإنصاف علمي ملوش مثيل. البيروني ما كانش مجرد بيجمع معلومات، ده كان صاحب منهج علمي صارم بيحارب الخرافة والشائعات، وكان دايما يقول الاعتماد على التجربة والمشاهدة هو أساس العلم الصحيح. الراجل ده كتب أكتر من 140 كتاب ورسالة في كل العلوم. رحل البيروني عن عالمنا سنة 1048 ميلادية وساب وراه إرث نور ظلمات العصور الوسطى، لدرجة إن وكالة ناسا سمت فوهة من فوهات القمر باسمه تكريما لذكراه. والمستشرق الألماني سخاو قال عنه إنه أعظم عقلية يعرفها التاريخ. أبو الريحان البيروني مش مجرد عالم عاش ومات في التاريخ، ده رسالة حية بتقول إن العقل البشري لما يتسلح بالشغف والمنهج العلمي يقدر يطوي المسافات ويخترق حجب المستقبل عشان يحط إيده على أسرار الكون. والسؤال هنا ليكم، إيه أكتر معلومة صدمتكم في عبقرية البيروني؟ مستني رأيكم في التعليقات.